جيت افتح بسم الله الرحمن الرحيم The School Supplies بتاعت بنتي اللي رايحه جريد 3، ولقيت كده طلبات كتيره، فقلت لازم اشارككم النهارده ولازم اقول لكم اسامي الحاجات بالعربي والانجلش. فيلا نبدا مع بعض. عندنا مقسمين الحاجات ل 3 parts او 3 اجزاء. اول حاجه الحاجات الماتيريالز اللي هتتحط in the pencil case اللي هي المقلمه بتاعت الطالب او الطالبه. وعندنا حاجه اسمها hygiene supplies اللي هي خاصه بالنظافه الصحيه او النظافه الشخصيه. وتالت حاجه اللي هي الاكتيفيتي supplies. طيب ايه اللي بيتحط in the pencil case او المقلمه؟ اول حاجه طبعا بنحط pencils اللي هو الاقلام الرصاص او قلم رصاص، هنقول pencil. تاني حاجه طالبين عندنا blue pen اللي هو القلم الجاف، ولازم طبعا يبقى لونه ازرق. طالبين طبعا eraser اللي هي الممحاه او الاستيكه. طالبين sharpener اللي هو البرايه، ورولر المسطره. طالبين permanent marker اللي هو القلم اللي بنحدد بيه زي الفلوماستر كده ولونه ازرق. وطالبين plastic scissors اللي هو المقص البلاستيك. بالنسبه بقى للهايجين سبلايز طالبين 3 حاجات. اول حاجه 1 pack of tissues اللي هو حزمه مناديل. طالبين 1 pack of wipes اللي هي المناديل المبلله. 1 bottle of hand wash اللي هو الصابون السائل. هكمل لكم بقى the activity supplies في another video. If you like the video, please like and share and don't forget to save it. Bye bye.